وهو مهم جدا لنستطيع الحوار وإنشاء حوار مفتوح وحميم بين الطرفين. إن هذه الخطوة كانت خطوة جدا مهمة للتعاون بين الشعوب وبين الدول للتفكير في المستقبل. شكرا جزيلا فخامة الرئيس لحضورك إلى لشبونة والبرتغال. أنا متأكد بأنني سأقوم بالزيارة كذلك إلى الجزائر، وهو شرف كبير لي. أود في البداية أن أغتنم هذه المناسبة لأتوجه بالتهاني الحارة لفخامة الرئيس وللشعب البرتغالي الصديق الذي سيحتفل في 10 جوان المقبل بعيده الوطني يوم البرتغال. ونحن على بعد أيام قليلة من الذكرى 210 لمعاهدة السلم والصداقة بين إيالة الجزائر ومملكة البرتغال في 14 جوان، التي كانت المنطلق لعلاقات مكثفة ومتعددة الأبعاد. نجدد الحرص على التزامنا بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة في 8 جانفي 2005. لقد كانت محادثات مع فخامة الرئيس مارسيلو مثمرة وصريحة وصادقة، عكست حقيقة وعمق العلاقات السياسية وسمحت بتعزيز التشاور السياسي المنتظم المعبر عن الشراكة المتعددة الجوانب التي تجمع الجزائر والبرتغال في بيئة إقليمية ودولية معقدة. لقد تحدثنا مطولا عن الوضع في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل والصحراء الغربية، وعن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعن ما يجري في أراضي أوكرانيا مع دولة روسيا الصديقة وأوكرانيا الصديقة، وعن الوضع توافقنا حول مجمل القضايا التي تطرقنا إليها، مثل دولة البرتغال. الجزائر كذلك تطمح إلى السلم بين أوكرانيا وروسيا إن شاء الله. نطمح كذلك إلى حل مشكل الصحراء الغربية حسب تعليمات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن. وأكدنا كذلك دعمنا المطلق للقضية الفلسطينية. مثل ما تعرفون فخامة الرئيس، الجزائر موقفها واضح، أن ندافع من أجل دولتين. لازم تكون فيه دولة فلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. بالنسبة للعلاقات التي نتبادلها، احنا سائرين كذلك في طريق بناء ديمقراطية حق يستفيد منها الشعب الجزائري برمته، ونحاول أن نبني اقتصاد غير مبني على الريع البترولي، وأن نبني اقتصاد نابع عن اقتصاد الذكاء والمعرفة والمؤسسات الناشئة. فيما يخص الوضع في مالي والساحل، عبرنا على اتفاقنا تقريبا نفس النظرة. هذا إذا كان نعبر عليها بصفة أخرى، أعتقد ما فيش نقطة من النقاط اللي
تناولنا فيها الحديث مع فخامة الرئيس اللي عندنا فيها نظرة مختلفة، ما عندنا نظرة مختلفة في حتى نقطة من النقاط اللي تحدثنا فيها، سواء في المجال الدولي إقليمي وإلا في مجال التنمية. احنا نتمنى أنه مادام نشعر بالقرب من دولة البرتغال الصديقة، مرة أخرى أكاد أن أقول شقيقة، نتمنى أن العلاقات تقفز إلى ما أحسن نوعيا وأكثر كثافة في كل ميادين، ميدان ثقافي، ميدان تعليم، ميدان طاقة، ميدان الصناعة، ميدان حتى الرياضة، الفوتبول. إذن نعبر لك مرة أخرى أخي عن يعني شعورنا بتواجدنا في بلدنا الثاني. شاكر لكم الحفاوة التي استقبل بها الوفد الجزائري، شاكر لكم كذلك تفهمكم لكل القضايا اللي صددناها، ونتمنى إن شاء الله حتى في أقرب وقت تشرفنا بزيارة فخامة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوسا إلى الجزائر إن شاء الله عن قريب. شكرا.